السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه حليمه المهداوي. اليوم غنحضر معكم واحد الحريشه، عفوا ماشي حريشه، بسبوسه كتجي رائعه. عندي هنايا السميد، هكذا السميد اللي كنصاوب به الحرشه. عندي 3 الكيسان ونصف، هذا الكاس الاول، وهذا الكاس الثاني، هذا الكاس الثالث، وهذا نص كاس كنضيفوه في الاخر. عندي في المجموع 3 الكيسان ونصف. على هاد المكونات هادو، عفوا على هاد السميد هذا، كنزيد كاس ديال سنيده ما عامرش، خاصو واحد شويه هانتوما كيف ما كتشوفوا كما كيبان لكم في الصوره. كنزيد هاد الكاس اللي ما عامرش ديال السنيده وكنخلط. وعندي هنايا 2 الاكياس ديال الخميره من وزن 8 غرام. كتجي اقتصاديه وفي نفس الوقت كتجي لذيذه. وعندي هنايا القشور ديال الحامض، ديال نصف حامضه كيف ما كتشوفوا. كنغسلوا الحامضه مزيان وكندير دوك القشور ديالها. كناخذوا غير ديك القشره الصفراء، قشور ديال نصف حامضه اللي يمكن لكم الا ما عندكمش حامض تعوضوه بخنيشه الفاني. وكنخلطوا هاد النواشف هكذا. وما تنساوش واحد القبيصه ديال المليحه هكذا باش كنصحوا الذوق. وكنخلطوا النواشف دائما مزيان مزيان. وعندي هنايا كاس ما عامرش ديال الزيت، هكذا ناقص واحد الاسبوع كيف ما كتشوفوا. وكنخلط مزيان مزيان هاد النواشف هكذا، كنخلطهم ونبسبسهم هكذا مع ديك الزيت كيف ما كتشوفوا. وانا دابا راه دايره الفران ديالي شاعل باش يكون الفران سخون وواجد. وكذلك المول اللي غنحضر فيه هاد البسبوسه حتى هو دهنته بالزبده ودرت ليه شويه، دوزت فيه هكذا شويه ديال هاد السميده ودخلته حطيته هكا في الثلاجه حتى نحتاجو. حيت كيف ما كتشوفوا دائما شي حاجه نكونوا محضرينها بالسميد خاصنا دائما نكونوا موجدين الفران يكون سخون، ونكون موجدين حتى المول ديالنا يكون واجد باش غير كنخلطوا وكنخويو الخليط ديالنا في المول يكون عندنا واجد. حيت كيف ما كتعرفوا كان داك السميد كيشرب. تقدروا الا خليتو هذيك المرحله حتى كنوجدوا هكذا الخليط، ما نجيو حنا فين كنوجدوا المول حتى يتشرب لينا بزاف هذاك الخليط اللي عندنا. لهذا دائما نشعلوا الفران يسخن ونوجدوا المول كذلك حتى هو. كيف ما كتشوفوا من بعد ما لبست هذيك السميد كله هو بهذاك الزيت اللي عندي، دابا غنضيف عصير ديال نصف حامضه. قدرت القشور ديال نصف حامضه والعصير ديال نصف حامضه حتى هو عصرته غنضيفو، كيعطي واحد المذاق رائع. وعندي هنايا نص اطرو ديال اللبن كيف ما كتشوفوا. وكنخوي اللبن ديالي وكنخلط هاد العناصر كلها. كتجي رائعه، جربوها غتولي معتمده عندكم واقتصاديه، ما فيهاش كيف ما كتشوفوا ما فيهاش مكونات اللي هي كثيره. من بعد ما كنخلطوا هكذا مزيان مزيان غناخذ المول ديالي وغنخوي الخليط ديالي
وندخلها للفران. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا الخليط كيجي على هذا الشكل هذا. وكنخوي الخليط هكذا وكنقاد في المول مزيان وغندخلو للفران. كيف ما كتشوفوا راه دغيا كيشرب، كاين السميد اللي في بالزربه كتشرب كيف ما كتشوفوا معايا. نيت انا دابا وجدت المول ديالي وكلشي، وراه كيف ما كتشوفوا دغيا كتشوفوا داك السميد كيتقال هكذا. كنقاد مزيان المول ديالي ودابا غندخلها للفران حتى كطيب. الفران دائما شاعل غير من التحت ونكونوا مسخنينه من قبل. غندخلها حتى كطيب وتلاقاو معايا باش تشوفوا المراحل الباقي. وهذه هي البسبوسه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران. كتجي على هذا الشكل هذا. خليتها تحمرت ليا مزيان مزيان. ودابا كندوز باش ندير ليها هكذا داك المربى السائل ديال الحلال الخاص بالحلويات اللي كيكون هكا سائل. نخوي عليها وهي باقا سخونه. يلا خرجتها من الفران. كيف ما كتشوفوا هذه البسبوسه راه ما كنسقيها، كندير لها غير هكذا المربى من بعد ما كنخرجها وكنزينها من طبيعه الحال بالكوك. كيف ما يمكن لكم تزينوها باللي بغيتو، كاوكاو مهرماش ولا اللوز مهرماش ولا اللي بغيتو اللي متواجد عندكم عفوا في الدار تقدروا تزينوا به. كتجي رائعه واقتصاديه وفي نفس الوقت راه كتجي لذيذه. جربوها. انا درت ليها تزيين وهي في المول ديالها حيت باغا نخليها هكذا في المول. حطها حتى تبرد مزيان مزيان في الثلاجه عاد نبقى نقطع منها. كيف كيمكن لكم نتوما راه تقلبوها في شي طبيصيل ولا هكذا فاش تقدموها وعاد تزينوها. كيبقى لكم الاختيار. ودائما كنزين هكذا بالكوك كتجي رائعه من اروع ما يكون ولذيذه بداك القشور ديال الحامض اللي نسمنا بهم وداك شويه ديال الحامض عصير ديال النصف حامضه كتعطي حتى هي كتعزز اللذه وكتعطيها حتى هي واحد مذاق رائع. هكذا كنزينها. غنبقى حتى كنزين البسبوسه ديالي هكذا وغادي نمشي تشوفوا. نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كتجي. كيف ما كتشوفوا البسبوسه ديالي راه كتجي على هذا الشكل هذا. غنقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا الهشاشه كيفاش كتكون. واخا هي كيف ما شفتوا معايا ما سقيتها ما حتى شي حاجه كتجي شيشه. شوفوها كيفاش ملي كنقطع كي كتهبط هكذا كتجي رائعه ولذيذه. نتوما كتشوفوا المكونات اللي درناها راه ماشي شي حاجه اللي هي كثيره بزاف وكنحصلوا على واحد البسبوسه اللي هي رائعه. كيف ما كتشوفوا انا كنقطعها وهي باقا سخونه. هانتوما كيف كتشوفوا كيف ما موضح لكم في الصوره باقا سخونه. وانا بغيت نقطع ونوري لكم كيفاش كتجي رائعه وهشيشه رطبه. هانتوما كيف كتشوفوا نتوما كتشوفوا الباق باقي خارج منها. نتوما غتخليوها حتى كتبرد وعاد كتقطعوها كتجي رائعه وهشيشه بلا ما تسقيوها بلا حتى شي حاجه. جربوها غتولي معتمده عندكم. ما تنساوش الى عجبتكم الوصفه تدعموني بلي لايك وتشتركوا في القناه وما تنساوش ليا لي لايك الحباب راه هو اللي كيزيد هكا الفيديو كيتشاف مزيان.
السلام عليكم، نتلاقاو مع فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.